اللي هو ايه؟ لغه الذكاء الاصطناعي. اوكي، في ناس كتير في 2025 وانا كنت واحد منهم بقول ان احنا لازم نتعلم اللغه، وانا في الفيديو ده بقول ان دلوقتي اللغه مش ان انت تتعلم الماني او تنصح اخوك او ابنك او اختك او ايا كان ان هو يتعلم الماني، ان هو يتعلم انجليش، ان هو يتعلم صيني. لا، لازم يتعلم لغه الذكاء الاصطناعي. يعني ايه لغه الذكاء الاصطناعي؟ انا لما بطلب من الشات جي بي تي، وانا قلت مثلا تخيل نفسك ما تعرفش الماني ورحت المانيا وعاوز توصل لهدف معين او عاوز توصل لموضوع مهم جدا بالنسبه لك، هتعمل ايه في المانيا؟ هتبتدي تشاور، صح؟ ويعني كلمه من الشرق كلمه من الغرب على مش عارف، هتبص هتلاقي النتيجه الناس بتديك نتائج عشوائيه والجينيريك عامه، صح؟ لكن لو انت بتتكلم لغه البلد هتقدر تسال السؤال المظبوط وتقدر توصل للنتيجه اللي انت عاوزها. تمام؟ وانا قلت في الفيديو ان في الحاله دي انت عندك حل من الاثنين، يا اما تتكلم لغه البلد يا اما يبقى عندك مترجم، صح؟ طيب انا هنا بقى التركايه اللي انا هشاركها معاكم. بصوا على الفيديو يا ريت يعني تشغلوه شويه، بصوا على الفيديو يا ريت يعني تشغلوه شويه لانه في ريكوردنج من اللابتوب ازاي انا بعمل، بس انا هقول لكم هنا بالمختصر المفيد. الا وهو انت بتقول لي الشات جي بي تي، وانا اديت مثال هستخدمه برضو في الفيديو ده. الا وهو انا راجل بسيط موظف وعاوز اشتغل شغلانه تاني زي ما بيقولوا سايد هاسل، بحيث انها يعني يكون فيها دخل زائد الشغلانه بتاعتي. اوكي، فانا بكتب للشات جي بي تي يا معلم شات جي بي تي او الجيميناي، يعني انا لما بقول شات جي بي تي بيبقى الذكاء الاصطناعي جيميناي كلاود، يعني كل الادوات دي. يا باري انا دلوقتي بدور على سايد هاسل، تمام؟ وعندي ساعتين في اليوم فاضي، ايه ممكن 5 حاجات اشتغلهم او 5 حاجات اعملهم بحيث ان هم يدخلوا لي مبلغ اضافي على الشغل اللي انا شغاله. اوكي، اعمل يعني وانت بتتفرج على الفيديو ده اكتب على الشات جي بي تي اللي انا بقوله ده. شات جي بي تي هيطلع لك اوتبوت او ريزلتس بتطلع للملايين مننا كلنا.